يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم نورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام راح سيف مع باباه ومامته عزومة عند صاحب باباه في مطعم. المنيو كان مليان أكل جميل، وصاحب باباه كان فرحان وهو بيقول: اتفضلوا يا جماعة، اختاروا، يا رب الأكل يعجبكم. أول ما شاف سيف المنيو عينيه لمعت وقال: بابا، أنا عايز بيتزا كبيرة، وكمان برجر وعصير مانجا وآيس كريم وكل الحاجات دي. باباه بصله وقال بهدوء: يا سيف، إحنا ضيوف، مش لازم نطلب كل حاجة تعجبنا. اللي عزمنا بيحب يفرحنا، لكن مش حلو نكلفه زيادة. لكن سيف ما سمعش الكلام وطلب حاجات كتير. صاحب باباه ابتسم علشان ما يحرجوش، لكن باباه حس إن الموقف مش ظريف. بعد ما خلصوا وهم راجعين البيت قال له باباه: يا سيف، تعرف إيه معنى الأصول؟ يعني لما حد يعزمك تاخد الحاجة البسيطة اللي تفرحك وتخليه مبسوط، مش تحمله فوق طاقته. لو نفسك في أي حاجة تانية قول لماما أو ليا وإحنا نجيب لك. سيف سكت وفكر وبعدين قال: معاك حق يا بابا، أنا حسيت إني أحرجت صاحبك. المرة الجاية هختار حاجة صغيرة بس. باباه ابتسم وقال: كده تبقى اتعلمت يا بطل. خليك خفيف في الضيافة، الناس هتحبك أكتر. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.